السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز اللي بدأت اليوم 14/8/2025. كان في مباراتين بدأوا الساعة 6. اتحاد سكندري ومودرن. بداية المباراة تقدم في أول 5 دقايق في الدقيقة الخامسة محمد هلال بهدف من ضربة جزاء، ثم هدف تاني عن طريق محمود رزق من ضربة رأسية في آخر دقيقة، وطلع الشوط الأولاني 2-0. حاول الاتحاد، اللي أنا شايف إن السنة دي الاتحاد لو ما فاقش بدري هيدخل في مشاكل. حاول ولكن ما قدرش. ثم هدف في الدقيقة 91 تسديد الفارق عن طريق فادي نجاح 2-1، ويخطف مودرن 3 نقاط مهمة جدا. المباراة التانية كانت زد وسيراميكا، حبايب طبعا، فرقتين كويسين. نقطة هنا ونقطة هنا. عدد من المحاولات عند الفريقين، إذا كان زد أو سيراميكا، ولكن بدون أهداف ويطلعوا حبايب. ثم طلائع الجيش والمصري، كان الساعة 9. هدف عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 12، ثم هدف عن طريق منظار طمان الأردني بعد خطأ كاماتشو. السردباك بيرجع الكرة رجعها قصيرة، انفرد راح مرقص الجون وحط الهدف الثاني. ثم هدف ثالث عالمي عن طريق مخلوف من تصويبة قوية جدا، لبست في وش رجله، راحت زي ما هو عايز عشان تخلص المباراة 3-0. وبكده المصري ماشي بخطة ثابتة بالعلامة الكاملة 6 نقاط. ثم بيراميدز اللي أداؤه السنة دي مش هو. الاسماعيلي عمل شوط جميل الشوط الاول. طبعا الاسماعيلي يا جماعه عنده ناشئين كتير او لعيبه صغيره كتير، بس لعيبه كويسه الحقيقه. عملوا شوط كويس، ولكن المجهود قل الشوط الثاني وهبطوا شويه. وخبره بيراميدز قدروا يخطفوا في الدقيقه 80، الماتش تعادل حتى الدقيقه 80. في الدقيقه 80 هدف من رأسية مروان حمدي علشان يحصد بيراميدز اول 3 نقاط. وكده بيراميدز بالاداء ده من وجهه نظري هيعمل لنفسه مشاكل كتير او هيتعطل كتير. وانا شايف ان ممكن يخش مكانه المصري، لان المصري لو مشي كده هيبقى حاجه كويسه السنه دي. وهو السنه اللي فاتت كان كويس، بس السنه دي بادئ كويس قوي، وعنده قوام اساسي ودغمهم فايق وميدو جابر فايق واغلبيه لعيبه المصري فايقين. بكره ان شاء الله في 3 مباريات. النادي الاهلي هيلعب، حرس الحدود هيلعب باذن الله، والبنك باذن الله نتفرج على المباريات ونتكلم عليها مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله.